أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم المدرب لويس دي لافوينتي بتفعيل الاتفاق الذي أبرم في فبراير لتجديد عقده بالإضافة إلى التجديد الكامل لأعضاء طاقمه التدريبي حتى عام 2026. في إطار تحضيراتهما لبطولة أوروبا 2024 اكتفى المنتخب الإيطالي حامل اللقب بتعادل سلبي مخيب أمام نظيره التركي في مواجهة ودية، وتغلب منتخب البرتغال وديا على نظيفه الفنلندي ب4-2. أعلن نادي إنتر تعيين جوزيبي ماروتا رئيسا جديدا للنادي، وذلك بعد التغيير في ملكية بطل الدوري الإيطالي. أعلن نادي النصر السعودي تعيين الأسطورة الإسباني فرناندو هيرو مديرا رياضيا. أعلن منظم بطولة رولان جاروس للتنس انسحاب المصنف الأول عالميا وحامل اللقب الصربي نوفاك جوكوفيتش بسبب إصابة في الركبة. وبلغ الإيطاليان يانيك سينر نصف النهائي بفوز على البلغاري غريغور ديمتروف ب3 مجموعات دون رد، يصبح أول إيطالي يتصدر تصنيف العالمي.